يا شيخ، إن خرج مني ريح. حد راح أتوضى ثاني؟ وزن كده وزن. أتعيس وزن ولا كف مكانك كف مكانك. ما هذا الوضوء أيها المكروت؟ ولا بتتعلموا حاجة؟ اجري هناك عند المية، اجري هناك. افتح الماء عيسى وزن. هذا وضوء باطل. هذا وضوء ايه؟ باطل. انا هكلمك بكل هدوء اهو عشان هجلدك النهارده. انا هجلدك. الوضوء له آداب واحترام. جزاك الله كل خير يا شيخ لوشة. 3 حاجات الشباب بيعملوهم غلط، واللي في الفيديو ده يا جماعه صحيح. قسما بالله الشباب ما بيعرفش يتوضى، ما بيعرفش يغتسل من الجنابه، مش حافظ التحيات. فده واقع موجود. هعلمك النهارده الوضوء وغسل الجنابه الصحيح والتحيات الصحيحه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معايا. اولا يا جماعه الوضوء، ازاي نتوضى وضوء صحيح؟ اول شيء انا خلاص عند دورة الميه وهتوضى اهو. اول حاجه بقول بسم الله، ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم، لا بقول بسم الله. بعد كده بغسل ايدي 3 مرات. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها المضمضه، بجيب شويه ميه واتمضمض 3 مرات. وبعد كده برضو مناخيري برضو 3 مرات. وممكن اعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شويه الميه بايد واحده وشويه ميه في بقي واستنصر شويه ميه في مناخيري، وكده يبقى مره. تمام. 3 مرات برضو ممكن اعمل دي، والافضل ان انا طبعا اعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، بس انا مش عايز اصعب عليكم. بعد كده بنغسل الوش 3 مرات. بغسل من اول المنبت هنا يا جماعه لحد اسفل الذقن، ومن الشحمه دي لحد الشحمه دي. بعد كده بغسل ايدي 3 مرات. والايد يا جماعه بتتغسل من اول هنا لحد هنا، من اول هنا لحد هنا، ما بنغسلهاش من هنا لحد هنا. تمام يا جماعه، بتتغسل من اول فوق، من فوق الكف، لان ده يبطل الوضوء. وبعد كده بنمسح راسنا مره واحده والاذن مره واحده، كده اهو كده كده. وبعد كده وداني مره واحده مش 3 مرات. وبعد كده بغسل رجلي. هو ده يا جماعه الوضوء الصحيح. اكتر حاجتين بيغلط فيهم الشباب اليد. يبقى اليد يا جماعه من هنا لهنا، مش من هنا لهنا. والراس طبعا اغلب الشباب والاذن بيعملوهم 3 مرات، لكن ده مسح فهو مرة واحدة. ننتقل بعد ذلك إلى غسل الجنابة. إزاي يغتسل من الجنابة؟ أولا في غسل مجزئ وفي غسل مستحب. الغسل المجزئ إن إحنا بندخل الحمام، ثم بعد ذلك بنغسل ايدنا 3 مرات، ثم بعد ذلك لو عايز اعمل حمام هعمل حمام، ثم بعد ذلك بايدي الشمال لو في اي مني في اي حاجه نضفها، ثم بعد ذلك بنزل تحت الدش، الميه توصل من اول دماغي لحد رجلي. ده اسمه الغسل المجزئ. في بقى غسل مستحب اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، برضو نفس النظام. بدخل الحمام، ثم بعد ذلك ان كنت هعمل حمام تمام، واغسل دي طبعا 3 مرات في الاول، وبعد ذلك اعمل حمام. وبعد كده بايدي الشمال اغسل لو في اي مني او في اي حاجه، ثم بعد ذلك اتوضا. بنتوضى بقى. حبيت اسيب رجلي لبعد ما اخلص الغسل مفيش مشكله، حبيت اغسلها برضو مفيش مشكله. ثم بعد ذلك انزل تحت الدش اغسل راسي 3 مرات. والميه يا جماعه توصل هنا كده، توصل لازم توصل لاصل الراس ذات نفسها. يعني لو عامل استشوار او بنت عامله استشوار لازم الميه توصل للراس نفسها 3 مرات. وبعد كده بجيب النصف الايمن، وبعد كده بجيب النصف الشق الايسر بتاع الجسم، وبعد كده بجيب الميه على جسمي كلها. كده انا اغتسلت غسل جنابه صحيح. وطبعا يا جماعه غسل الجنابه بيبقى من الاحتلام او من العاده السيئه او من الجماع. بعد كده ننتقل الى التحيات. تحيات الشباب مش حافظها برضو. ايه بقى التحيات؟ التحيات لله، الصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبنضيف يا جماعة استعاذات 4. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المحيا والممات. دي يا جماعة التحيات
3 أركان مهمين جدا يا شباب. يا ريت نشارك الفيديو لعل حد ينتفع أو كان بيعمل حاجة غلط واحنا عرفناها له، يكون في ميزان حسناتي وميزان حسناتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة: الدال على الخير كفاعله.